نبدأ بأخبار القلعة البيضاء. أخبار نادي الزمالك اللي هيستأنف تدريباته النهارده استعدادا لمواجهة الشرطة الكيني في مباراة العودة من الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكونفدرالية الإفريقية. المباراة إن شاء الله هتكون يوم الجمعة اللي جاي على استاد القاهرة الدولي. جوزيه جوميز المدير الفني نادي الزمالك منح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات امبارح بعد العودة من رحلة كينيا اللي كان الزمالك كان حقق فيها فوز مهم جدا ذهابا في كينيا على ارض طبعا نادي الشرطه الكيني بهدف نظيف احرزه عبد الله السعيد. كمان على مستوى الاصابات عايز اتكلم عليها داخل نادي الزمالك، كان محمد شحاته تعرض لشد عضلي خفيف في عضله السمانه، لكن اللاعب هيكون جاهز ان شاء الله لمباراه العوده امام الشرطه الكيني، يكون داعم اساسي لخط وسط نادي الزمالك. كمان برنامج بدني خاص حدده الجهاز الفني لنادي الزمالك للخماسي الجديد المغربي محمود بن عتيج القادم طبعا من الدوري الفرنسي، ومحمد حمدي محمود بنتايج، والسنغالي سيدي ناداي، بالاضافه كمان الى الجناح البولندي كونراد ميشالك، ومهاجم الفلسطيني كمان عمر فرج القادم من الدوري السويدي فريق ايك، من اجل تجهيز الخماسي لمباراه السوبر الافريقي ان شاء الله بتكون امام النادي الاهلي، خصوصا ان الخماسي لم يتم قيدهم في قائمه الزمالك الافريقيه الاولى، وبالتالي ليس له الحق في المشاركه مع الزمالك في مباراتي الدور التمهيدي لبطوله الكونفدراليه الافريقيه، لكن ممكن يكونوا جاهزين اذا جاهزين فنيا لمباراه الاهلي في السوبر الافريقي. يمكن كمان لسه اداره نادي الزمالك بالاتفاق مع جوزيه جوميز المدير الفني للفريق فاتحين ملف تدعيم خلال الصفقات في الموسم الحالي. يمكن يعني واحد من المراكز اللي طلب جوميز تدعيمها في مركز قلب الدفاع الفتره اللي جايه، اللي بيعاني طبعا منه نادي الزمالك في نقص كبير يعني واضح في قائمه نادي الزمالك. يمكن احمد كالوشه مدافع فريق امبي واحد من ابرز اللاعبين المرشحين لتدعيم قلب الدفاع لنادي الزمالك، خصوصا بعد فشل ضم محمد اسماعيل مدافع زاد بسبب تمسك زاد باستمراره ورفض رحيله في الفتره الحاليه، فبالتالي نادي الزمالك محتاج لتدعيم في حته قلب الدفاع، وايضا من وجهه نظري كان في الظهير الايمن نادي الزمالك محتاج تدعيم.